بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل جمهورنا، معاكم أحمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. رد فعل جنوني بعد ريمونتادا الأهلي على الهلال. تعالوا نشوف الجماهير قالت إيه. الأهلي شجع الأهلي جلالة، شجع الأهلي. لا تضمن الأهلي لن تدخل غرفة الملابس. الأهلي جايكم القرار. رجال الرومنتادا مين؟ رجال الرومنتادا الأهلي لا تامن الا يصفر حكم. انت احنا دائما الهلال على ارضنا ما يفوز، وانا قلت للجماهير هذه الغفيره الهلال على ارضنا ما يفوز. فزنا عليه في النخبه في الدوري العام، وهذا السنه عادلنا. احنا الابطال، احنا الابطال. ايش قاعد تسوي يا اخي؟ يا اخي ايش قاعد تسوي؟ انزاقي يا اخي انزاقي مع التقسيم. تخاذل اخذ 20 دقيقه ليه التخاذل؟ تلعب في دمي يا اخي، ليه تلعب في دمي؟ انا مشجع. والله السبب صراحه انزاقي كلهم دفع لا جامي لا يوسف التركي. يا اخي عندك فريق، انت حتى ما عندك احتياط ما في. صراحه الهلال يبغى لازم دكه احتياط. والله ماتياس زعل جمهور الأهلي عشان ماتياس شو اسمه، رفع جمهور الأهلي، رفع تيفو ماتياس. الحمد لله مباراة طيبة. أرد لك جمهور الأهلي، شخصية البطل تظهر دائما، والموعد يوم الثلاث بإذن الله. القارات بإذن الله، القارة لنا بإذن الله. ماتياس غير أبو الشامات ونزل كم لاعب، وبإذن الله احنا ما نفكر في الدوري، نفكر في القارات احنا، ولأنه الهلال ولا شيء عندنا. مباراة سهلة، آخر 10 دقائق ننزل نفوز عليكم، ولا أشوف فريقنا كبير هنا، ما في فريق كبير، هاتوا! هذا مو مستوى الاهلي، والحمد لله انه رجعنا. احنا نفكر في القارات ونفكر في الدوري. الاهلي نادي كبير يفكر كلها بطولات، لكن الحمد لله قدرنا نرجع بسبب شخصيه الاهلي. ما تعودنا على الهلال يدافع. من متى والهلال يدافع؟ طيب مثلا دافعت عندك يوسف، تجيبه دكه وتستبعده وما تلعبه، وكايم مستبعده برضه، يعني لا هجوم ولا دفاع. لعيبة وجود الإمكانيات لكن ما عرف يوظفها. انت فايز 3-0، ليه تطقطق عليهم؟ خلاص المفروض تضغط عليهم، تكون ضاغط عليهم ما توقف. هنا الأهلي شجع الأهلي جلالة، شجع الأهلي. الاهلي شخصية بطل، وهذا شيء متعودين عليه والله. لو تلاحظ المباراة السابقة والمباراة هذه رجعنا بالنتيجة. شخصية بطل. ترجع تبدل، ترجع بالمباراة وتكسب، وبغيت تكسب المباراة، وهذا بفضل مجهود المدرب واللعيبة. وباذن الله الاستحقاق القاري بيجي جده، وبنوصل ونجيب باريس هنا وبنفوز عليه باذن واحد احد. ده غير ردود الافعال الواسعه على منصه اكس والتعليقات حول اداء محرز، وان هو لما بدا يمسك كرة بدا الفريق يتحرك والفريق بقى ليه شكل. كمان بعض الانتقادات من الجماهير الجزائريه لمحرز، وان اداؤه مع منتخب الجزائر غير اداؤه تماما مع الاهلي. وكان في تعليق بالنص كده: محرز بيقدم كل شيء مع الاهلي وما بيقدمش اي شيء دلوقتي مع المنتخب. انتوا كمان اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في اداء الاهلي ولاعبيه امام الهلال. في النهايه كل التوفيق للاهلي فيما هو قادم. يعطيك الف عافيه اخي الكريم. بعد اذنك لو جالك الفيديو دعمني بلايك وشير واشتراك في القناه. كان معاكم اخوكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.